إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مما يذكره رويم في المحبة، وده باب الشيخ سيد حسين، يعني أستاذ في الأشعار والكلام، يقول: ولو قيل لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. هو يعني في هذا البيت لخص حقيقة هذا الدين. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مسألة الاستمتاع بالإسلام، أن تستمتع بالإسلام قبل أن تموت، كثير من الناس محرومون منها، من هذه النعمة. ولذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام كان يعترض على تسمية الأحكام الشرعية التكليفية بالتكاليف. يعني احنا كثيرا ما نقول: وينبغي على المكلف أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، ونسمي مجموعة الأحكام سواء كانت أوامر أو نواهي نسميها تكاليف. لا، التكليف لم يرد في كتاب الله إلا منفيا، ولم يرد مثبتا، إنما ورد منفيا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فما جاء التكليف إلا منفيا في كتاب الله عز وجل. فهذا البيت الذي ذكره رويم: ولو قيل لي مت، وقضية الموت خصوصا يستوي فيها كل الناس من جهة كراهيته، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فلم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم على لفظ الكلية الذي ورد في كلام عائشة، لأن لفظة كل من صيغ العموم، فعندما تقول كلنا يكره الموت ولم تستثني أحدا، فلو كان ثمة إنسان يحب الموت لقال لها: لا يا عائشة، بل هناك من يحب الموت. أما وقد سكت عن ذكر هذه الكلية ولم يخصصها بشيء، فدل ذلك على أن كل بني آدم يكره الموت. والآكد من هذا في مسألة كراهية الموت
الحديث الشهير الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تعرفين الحديث. في هذا الحديث يقول رب العزة تبارك وتعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت. أهو ده نص، وده نص في مين؟ في الأولياء، مش في أي إنسان عادي. لأن الحديث من عاد لي وليا، يبقى المقصود عبدي المؤمن اللي هو إيه؟ الولي المذكور في أول الحديث. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه، أي لا بد من الموت. فرويم انتزع هذا الكلام أو جزءا منه من قول الله تبارك وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فأثبت ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أنه لن يستجيب لأمره الذي يصل إلى الغاية إلا قليل من الناس، فبدأ بذكر الموت. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، ثم ثنى بذكر الخروج من الدار، علشان لما تقرأ فضل المهاجرين لا تتصور أن ترك الدار أمرا سهلا. ترك الدار أمر في غاية الصعوبة. لأجل هذا كان الصف الأول من أهل الإسلام هم الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله، لهم إيه؟ الذين وصفهم الله عز وجل بالمهاجرين. فرويمي بيلخص المسألة يقول: لو جاءني أمر عن ربي تبارك وتعالى أعلم أن الله عز وجل قاله، أو جاءني أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أنا سأمتثل ولو قيل لي مت. ودي أصعب حاجة كما ذكرت لكم، مت سمعا وطاعة وليس محبة. أنا برضو عايز يعني أفهم النكتة في المسألة. قال مت سمعا وطاعة، لأن المحبة المحمودة التي ترفع صاحبها درجات عند الله ليس ما تهواه نفسك حتى لو كان موافقا للشرع. بعض العلماء، أنا الحقيقة يعني غاب عني اسمه الآن، يقول: لو أن رجلا يطلب العلم وشهوته في العلم لا يرى غيره، فأمره أبوه أو دعاه أبوه أو أمه فاستثقل دعاء أبيه أو أمه، فليعلم أن العلم صار شهوة كأي شهوة، يعني لا يتقرب به إلى الله. ليه؟ لأن الله عز وجل أمرك إذا بمعروف أن تمتثل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت بتقرأ وبتحب العلم ومنكب على العلم، أبوك قال لك تعالى اذهب إلى المكان الفلاني، إيه كل ما أقعد مشورني ووديني وجبني والكلام ده. طيب ده طاعته في المعروف طاعة. إذا استثقلت دعاء أبيك رغبة